لتحضير أي قالب كيك خطوتين مهمة لازم أبدي بيها. أولا أحضر القالب اللي أريد أشتغل بيه، وبعدين أشغل الفرن لأنه لازم الفرن حار حتى أشوي الكيك. هسه أحضر القالب، هذا إنجليش كيك، هذا النوعية، طبعا هو نوعيته جيد، هذا التيفال ما يلتصق به. إذا دهنت القالب بالزبد يعني ما يحتاج أخلي له طحين، لأنه هي الزبدة مو مثل الزيت، الزبدة تكون ثخينة. وأركز بدهن القالب على هاي الزوايا حتى يعني شغلنا ما يروح يجي حرمات وتلتصق الكيكة وتخرب علينا. فهاي أول خطوة مهمة، يعني حبيت أنبهكم عليها. برش برتقالتين، برتقالتين اللي برشتها. أخذت عصير برتقالتين هذا بهذا الشكل هذا. أضيف ربع كوب حليب على المعصارة حتى ينطيني خلاصة البرتقال المتبقي. ربع كوب حليب سائل، أتركه على جهة. هسه أحتاج 3 بيضات، أضيف ملعقة متوسطة خل أبيض ورشة ملح، أضيف 3/4 كوب سكر بالتدريج. ربع ملعقة فانيلا. هسه أضيف نصف كوب زيت، هذا ربع، وهذا ربع، وأستمر بالخفق. أضيف عصير البرتقال والحليب وأخلط، كوب ونص طحين، خليت النص وهذا الكوب. لما أنخل الطحين أنخل وياه البيكنج باودر حتى يتوزع بكل الكيكة.
سأخفقها بالمضرب الكهربائي. سأنزل هاي الخيوط البرتقال. أحرك الخليط حتى يستوي بصورة متساوية. أطلع الفقاعات من عنده، بس أخلي على الوجه مبروش يعطيها طعم كلش طيب. وقطع جوز أكسرها. ممكن إضافة أي شي تحبوه على الوجه، زبيب أو لوز أو أي شي تحبوه. شي أضربها حتى تنزل المبروش والجوز يعني بالعجينة. هسه أدخلها الفرن على درجة حرارة 180. من الأسفل تبدي شوية تحمر من فوق، يلا أحولها من فوق، بس ما أفتح باب الفرن نهائيا حتى ما تهبط عندي. هسه نتأكد من سواء الكيك. ملاحظة مهمة، لما يستوي الكيك داخل الفرن يعني من الفوق ومن جوا، فش أسوي؟ أطفي الفرن وأخليه الكيك داخل الفرن هو مطفي تقريبا 5 دقائق. الهدف من هذه الشغلة إنه راح يستوي تماما، يستوي من كل الجهات. أتركها على هذا المشبك إلى أن تبرد تماما وأبدي أقطعها. هذا شكلها.